السلام عليكم، اهلا بيكم من جديد. يا رب كلكم تكونوا بخير، كل سنه وانتم بخير ان شاء الله. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه قوي. هنعمل خبز البطاطا، من اجمل الحاجات اللي ممكن تعملوها. هتلاقوا طعمها مميز جدا وحلو قوي، كمان هي من الوصفات المفيده، وكمان القيمه الغذائيه بتاعتها ممتازه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تدوسوا لايك، واللي بيشوف قناتي لاول مره ينزل يدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خلونا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه هيكون معانا 3 حبات من البطاطا في حجم متوسط زي كده، ونبدا ان احنا نغسلهم كويس قوي ونقشرهم بالشكل ده. تمام. هنبدأ بقى نقطعها كلها مكعبات ونسلقها عشان تديني نتيجة أقرب ما تكون للمهروسة. يعني أنا مش حابة أسلقها سليمة عشان عايزاها تكون قوام ناعم جدا. تمام. فهنقطعها مكعبات بالشكل ده ونرجع تاني مع بعض بإذن الله. هبدأ أنزلها بقى في حلة كلها كده، وهضيف عليها مية نص كوباية بس. تمام. يعني انا مش عايزه الميه تكون كتيره، انا عايزاها تتسلق في الميه دي لحد ما تشرب الميه، وكمان تنزل كل الميه بتاعتها، وتبقى كده قوامها ناعم جدا. على ما تتسلق هنحضر خليط الخميره، هيكون عباره عن ربع كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره او باكت الخميره كامل. كمان هنضيف ليهم نص كوبايه من الميه الدافيه، ونخلط المكونات مع بعض كويس ونسيبها كده على جنب حوالي ربع ساعه بس الخميره تختمر. هنا البطاطا كانت اتسلقت معايا بالشكل ده كده، بصوا اشبه ما يكون للمهروسه. يعني هي استوت جدا، وسبتها تماما تشرب كل الميه اللي انا حطيتها، كمان الميه اللي نزلتها كلها شربتها بالمنظر ده. شايفين؟ ههرسها بقى كويس جدا، سواء بالهراسه او بشوكه او في الخلاط او في الكبه. المهم ان القوام يكون ناعم جدا معايا. تمام. هبدا اضيفها بقى كده في بوله وانزل عليها بباقي المكونات. هيكون معايا كمان بضايه ورشة من الفانيليا أو معلقة من الفانيليا السايلة لو عندكم. كمان هضيف معلقتين كبار من عسل النحل، وممكن نستبدلهم بمعلقتين من السكر. كمان هيكون معانا نص كوباية من السمنة بدرجة حرارة الغرفة، وممكن نخليها سمنة على زبدة أو سمنة على زيت. وهنضيف معاهم خليط الخميرة اللي كنا حاطينه على جنب، هنضيفه معاهم، ونبدأ نخلط المكونات دي مع بعض كده. بعد كده هننزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق. ممكن ننزل الاول بكوبايتين ونص، ونخلي نص ننزل بيه بعد كده. المهم ان احنا هنعجن كويس قوي، بس مش هنوصل للعجينة اللي هي المتماسكة، لا، هي عشان البطاطا بيكون فيها نسبة سكريات وسوائل، فهنوصل للقوام اللي انتوا شايفينه، بتلزق شوية لكن ملمومة. يعني هو ده القوام كده المظبوط. تمام. وما نزودش العجنة قوي، عشان كل ما هنعجن اكتر هنبص نلاقي العجينة هترجع تاني تبقى طرية معانا. فيعني نحاول نعجنها لحد ما تلم، ونغطيها بالمنظر ده ساعة تخمر، ونرجع ان شاء الله مع بعض نشوفها وصلت لايه. هنا كان عدى ساعة بالظبط، بصوا ازاي اختمرت وبقت حلوة جدا وعليت وبقت عجينة هشة قوي وجميلة. عايزة بس اقول لكم حاجة، طول ما احنا هنتعامل مع العجين هنبدأ ان احنا نحط طبق فيه دقيق جنبنا، زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. حتى وانا بلم العجينة انزل بايدي كده في الدقيق والم العجينة، هتتلم سهلة قوي معايا. تمام. بصوا كده، حبيت اوريكم بس عشان محدش يلمها ويلاقيها بتلزق فيقوم يعني يقلق او اي حاجة. ان شاء الله هتبقى جميلة جدا معاكم، ومن اروع العجائن اللي انا عملتها فعلا. انا حطيت رشة دقيق تحت ورشة دقيق فوق، وهبدأ ان انا اشكلها معاكم بالمنظر ده. تمام.
اهي هبدأ بقى افردها بالنشابة. بصوا كده تحسوها ان هي هشة قد ايه وانا بفردها. بصوا كده العجينة عامل ازاي، بجد حلوة جدا. انا فردت العجينة معاكم لحد ما بقى سمكها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، حوالي مثلا نص سنتي. وهبدأ ان انا اقطعها كده اجزاء زي ما انتوا شايفين. عملت معايا كمية كويسة قوي. هبدأ اخد جزء جزء والمه بالشكل ده كده كرات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. تمام، هعمل كل الكمية اللي معايا كور بالشكل ده كده ونرجع ان شاء الله تاني. اهم حاجه زي ما قلت لكم طول الوقت احنا بنحط ايدينا في الدقيق عشان ما نحسش ان العجينه بتلزق جامد معانا. تمام، خلصت كل الكميه اللي معايا وعملتها كرات بالشكل ده. هبدا اجيب صينيه احط فيها ورقه زبده، او لو ما فيش ورقه زبده هدهنها دهنه زيت خفيفه قوي وارص فيها الكرات بالمنظر ده، وهفردها كده بسيط قوي بايدي بالشكل ده كده. تمام، كل الكمية بقت جاهزة معايا. هسيبها تخمر ساعة كمان في مكان دافي. وهي بعد ما خمرت بصوا الشكل جميل قوي ازاي. هجيب بقى بيضة كاملة اضربها كده كويس، وهبدأ ان انا ادهن بيها وش الخبز ده. متقلقوش مش هيبقى فيه اي ريحة زفارة خالص، متقلقوش. هدهن كل الكمية معايا بالشكل ده، بيديها لون حلو قوي وموحد، ويكون لونها ذهبي كده عامل زي الكايزر. هيكون ان شاء الله حلو قوي. هنبدأ بقى نحط على الوش سمسم او حبة البركة اللي يعجبكم. انا حطيت ميكس ما بين الاتنين. عملت شوية كده بالسمسم وشوية بحبة البركة وشوية بميكس بالاتنين. طعمها كان حلو وريحتها تحفة، بجد هتعجبكم جدا ان شاء الله. كده خلاص بقت جاهزة معايا بالشكل ده. ابدأ بقى اكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 160 او 180. يعني لو 180 بيكون عالي عندكم شوية، نحاول نخفض درجة الحرارة. هتاخد حوالي نص ساعة مثلا في الفرن، نحاول نتابعها. لو بدأت تاخد لون ذهبي من تحت هفتح عليها الشواية وهتجهز معايا احلى خبز في الدنيا. هيبقى حلو قوي ان شاء الله وريحته قلب الدنيا. اهو هنا كانت استوت واخدت اللون الذهبي الجميل ده وبقت حلوة قوي. عايزة اقول لكم طعمها كان تحفة، عجبت الولاد جدا. طعم البطاطا مش هيكون باين فيها نهائي، ما تقلقوش، بس بيخلي لها طعم جميل كده ومميز، ومن اخف الخبز اللي ممكن تاكلوه في حياتكم. ان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ينزل وينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جاي، مع السلامة.